كرة القدم فيها وفاء، ولكن هادو طعنوا في الدار وقلبوا التوني. أهلا بكم في سلسلة خيانات كروية، وحلقة اليوم على لويس فيغو. في أواخر التسعينات فيغو ما كانش غير لاعب في برشلونة، كان هو القائد المعشوق الأول ديال الكاتالان. كاين كيحلف بالوفاء للبارسا ويقول للجماهير: أنا عمري ما غادي نلبس القميص ديال الريال. ولكن الفلوس والطموح كانت عندهم كلمة آخرى. في عام 2000 بالضبط، فلورنتينو بيريز وعد جمهور ريال مدريد باللي غادي يجيب لويس فيغو إلى نجاح في الانتخابات. العالم كامل ضحك، ولكن الصدمة وقعت. فيغو وقع مع الميرينغي في أكبر طعنة وغادر في تاريخ كلاسيكو. نهار رجع فيغو للكامب نو بقميص الريال، الجحيم نزل لأرضية الميدان. الصداع والضجيج من الجماهير، واللقطة اللي بقات محفورة في تاريخ كرة القدم هو واحد من الجماهير رمى عليه راس ديال الخنزير هو كيضرب ركنية. من هذيك اللحظة ولا فيغو هو رمز الخيانة، هو رمز الخيانة الرقم الأول في كرة القدم. نظرك، واش فيغو خان برشلونة على قبل الفلوس، ولا الريال كانت محطة ما يمكنش يرفضها؟ قول لي رأيكم في التعليقات.